يعني ماتش الاهلي وسان جورج بالتشكيل اللي نازل بيه كولر ده مش ماتش كوره، ده حصه تدريبيه. جاب العيال اللي ما بتلعبش قال لهم تعالوا يا اولاد يلا انزلوا العبوا، يلا هيسوا. معلش يعني فين حسين الشحات؟ فين بيرسي تاو؟ فين موديست؟ فين مروان عطيه؟ فين اليو ديانج؟ فين يا جماعه علي معلول؟ فين اللعيبه الاساسيه؟ اللعيبه الاساسيه كلها قاعده بره. الراجل بيلعب كريم من الدبيس وكوكا واحمد عبد القادر وبيلعب قفشه يعني عشنا وشفنا اليوم اللي قفشه بيلعب بقى فيه اساسي يا جماعه، سبحان الله. ومع ذلك الاهلي بيلعب. يعني احنا وصلنا للدقيقه التاسعه والاهلي شكله حلو. لا بامانه الاهلي شكله حلو، وده اللي كنا بنتكلم فيه، ان كولر مش عاوز يعمل فرقه واحده، عاوز يعمل 2 و3. ونشوف الفاول ده قفشه هيعمل ايه، واحمد عبد القادر وبيلعب بكريستو كمان يا جماعه. ايه يا قفشه؟ قفشه حط جول. يا ابني طير يا ابني، اعمل طياره يا ابني، ده انت تعمل طياره هو انت يا ابني تغيب وتيجي تحط جوه؟ انت بتبوس كده، انت بتبوس خالد بيبو ليه كده يا ابني؟ او بيبوس ايد لا 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 قفشه بيبوس ايد خالد بيبو. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني الادب ده؟ ايه يا ابني الاحترام ده؟ ايه يا ابني الحلاوه دي؟ يا ابني اللقطه دي احلى من الجول، بقسم بالله اللقطه دي احلى من الجول. ايه يا ابني الجمال ده؟ ايه يا ابني العظمه دي؟ الواد قفشه حط حته الجون يا جماعه. ايه الجون ده؟ ايه قلبت يا ابني على ميسي كده ليه يا ابني؟ يعني طب نعمل ايه يا ابني؟ نعمل ايه يا ابني؟ كان في ناس قاعده شمتانه يا ابني بسبب التشكيل ده وقال لك الاهلي هيخسر. يعني في الدقيقه التاسعه الاهلي بيسجل الهدف الاول في اولاد الحاج سان جورج عشان تصبح النتيجه 3-0 في ماتش الذهاب و1-0 في ماتش العوده، بمجموع النتيجتين 4-0. طب ايه يعني الاهلي هيتنيه يلعب كره لوحده؟ يعني الاهلي هيتنيه يفضل يطلع كره قدام يرجعها ورا يقعد ينقل في نص الملعب؟ طب والناس الضيوف اللي عندنا دي يعني ما تدوهم الكره شويه يا جدعان، بالراحه يا قفشه، بالراحه يا قفشه. يعني الناس دي ضيوف عندنا، يعني اولاد الحاج سان جورج المفروض يعني ندوهم الكره شويه برضه يسخنوا. عرقوا الناس يا جماعه، الناس تعمل بحق المشوار بتاعهم، يعني عيب يعني. الجماعه الاثيوبيين دولت برضه ضيوف عندنا. ضرب جزاء للنادي الاهلي في الدقيقه 32 وكهربا هيسجلها في الدقيقه 33 عشان تصبح النتيجه 2-0. يبقى النادي الاهلي مسجل هدفين في اول نص ساعه، حطها كهروب الفولت العالي هيسجلها، يعني هيسجلها 2-0 للنادي الاهلي في الدقيقه 33 بالتشكيل الاول. المصيبه ان ده مش التشكيل الاساسي، المشكله ان عندك 10 لعيبه مش اساسيين ولا 9 لعيبه مش اساسيين في النادي الاهلي، والباقي قاعد على الدكه. يا اهلاويه يا اهلاويه، ممكن تسلفوا لنا اللعيبه دي بكره بس نص ساعه قدام الفريق بتاع الجز؟ بالله عليكم، انا عمري ما حفلت عليكم، دايما بقول لكم شابوه لما بتكسبوا وبسقف لكم، ولما بتخسروا اي بطوله بقول لكم هارد لك. يعني انا كويس معاكم نص ساعه هناخدهم في توك توك من قدام الجزيره ونرجعهم لكم في توك توك يا جماعه. احنا عايزين ال 11 لاعب دول قدام اللعيبه بتوع الجاز يا جماعه. يا جماعه بالله عليكم عشان شكلنا وحش. الاهلي نازل بالدكه الخامسه في اول نص ساعه مسجل هدفين. امال لو الكبار نزلوا هيعملوا ايه؟ هياخدوا هدومهم؟ هياخدهم رهينه؟ ربنا يستر، ربنا يستر على اللي جاي ده. اللي جاي سواد. اللعيبه بتنافس بعضها على اللي ما يقعدش على الدكه، اللعيبه بتاكل في بعضها عشان ما يقعدوش على الدكه. كل واحد عايز يبين نفسه وحاسس ان امام عاشور هيسجل الماتش ده، مش عارف ليه. لا ما هو كده ما ينفعش، لا كده ما ينفعش. ايه يا عم؟ ايه 3-0 في الدقيقه 38؟ ايه يا جماعه؟ مكنه ايه يا عم اللي طلعت قماش؟ ده المكنه طلعت كل حاجه قماش، ده المكنه طلعت هدوم وعبيان وقمصان وبناطيل وكاوتشات وشرابات ولحافات وبطاطين وكل حاجه. قماش ايه يابا؟ يا جماعه يا جماعه والنبي ابوس ايديكم، عايزين اللعيبه دي بكره يا امام ارتا سولار. يا اهلاويه ايه يا قفشه؟ ايه يا قفشه؟ ايه الحق يا ابن اللعيبه؟ قدمون ايه يابا اللي من الخلف يابا؟ ده الاهلي يابا جاي ياكل الاخضر واليابس يابا. اللعيبه بتنوب بعضها على اللي يلعب اساسي، ودي المشكله اللي محدش واخد باله منها. الوحش هيبقى كويس واللي على الدكه هيبقى اساسي، مش هتعرف تميز مين الاساسي ومين الدكه. هو الاهلي عاوز ايه؟ يعني جمهور الاهلي قبل الماتش بدقيقه طلع يقول لك ايه؟ بالروح بالدم بالروح افريقيا مش هتروح. افريقيا ايه يا ابني اللي مش هتروح يا ابني؟
افريقيا ايه يا ابني اللي مش هتروح يا ابني؟ افريقيا يا ابني نايمه عندكم يا ابني في الجزيره جوه الدولاب، ودي عماله تلف ازاي؟ مبسوطه مبسوطه عماله بتشجع. 3 اهداف في نص ساعه يا عالم، الشوط الثاني ايه اللي هيحصل فيه؟ كفايه بقى كده 6-0. 6-0 نتيجه الماتشين خلاص. احنا عرفنا ان انتوا بعتوا رساله لكل الفرق اللي في دور المجموعات، بعتوا رساله بقى للوداد والترجي والرجاء والزلو السوداني وسان داونز. الرساله وصلت خلاص. حلو قوي كده بقى، كفايه بقى الماتش ده يبقى شوط واحد بقى. حلو بقى كفايه كده. طب يا جماعه الاهلي كده مسجل في الشوط الاول 3، ومسجل الماتش اللي فات 3، ولسه ناقص الشوط الثاني. يعني احنا ما بنحسدش، وربنا يزيد الاهلي والاهلاويه. احنا خسرانين من فرقه الجاز 2. ممكن الاهلاويه يسلفونا 3 اجوان؟ انت كده كده صعد. احنا عايزين 3 اجوان بس، 3. ادونا بس 3 ومالكوش دعوه. طالما انتوا مش عايزين تسلفونا اللعيبه بتاعتكم تلعب الماتش بتاع بكره، لان انتوا عارفين نادي الزمالك. يعني انا خايف من فرقه الجاز تتعادل معانا او نكسبها 2-1 او نكسبها 1-0. في تلك الحالات النتيجه كلها واحده ونطلع بره البطوله. فبالله عليكم يعني حفاظا على شكل الكره المصريه، وانتوا اكتر ناس يعني بتحافظوا على شكل الكره المصريه، كملوا جميلكم. يا تسلفونا 3 اجوان يا تدونا ال 11 لاعب دول. رساله للاعيبه نادي الزمالك، يعني يا ريت نخلي عندنا دم شويه بعد اللي عمله النادي الاهلي وبيراميدز النهارده. تخلي عندكم دم شويه. يعني بيراميدز النهارده بيفوز 6-1 على الجيش الرواندي. يعني انا مش عارف ليه اصلا يفوز 6-1، ولكن فاز. وال6-1 دي اصلا سواد على دماغنا لوحدها. يعني دي كانه بيحفل على نادي الزمالك. ولكن انا هاخد الجزء الايجابي ان نادي بيراميدز رايح جاي فاز بنتيجه 6-1، والنادي الاهلي بنتيجه رايح جاي لحد الان في الشوط الثاني 6-0. طب انا ليه اقل ناس في الكوره؟ ليه نادي الزمالك بقى اقل الانديه في الكوره؟ ما عندك الاهلي اهو ما شاء الله لعيبه، هي لعيبه الدكه فايزه 3-0. انت اقل منهم في ايه؟ هم احسن منك في ايه؟ ما تلعب وتخليك راجل داخل الملعب. شوف جماهير النادي الاهلي مزعططه ازاي ومبسوطه وفرحانه. خلي عندك دم كده وفرح جماهيرك زي ما هم ما بيفرحوا جماهيرهم. هي يعني مش كيمياء، يا تبقى راجل داخل الملعب وتموت نفسك على الكوره، يا اما ما تلبسش تيشيرت نادي الزمالك. يعني ما شاء الله فرقه الجاز هنلعبها بكره وخايفين منها. امال لما نعدي من دور المجموعات، امال لما نعدي لدور المجموعات ايه اللي هيحصل؟ لما انا في دور ال 32 خايف، امال لما اعدي لدور المجموعات ايه اللي هيحصل؟ ولا تزعل نفسك، ولا تزعل نفسك يا سيدي. انا اسف حقكم عليا. ما بقتش النتيجه بمجموع رايح جاي 6، بقت 7. كهربا الفولت العالي بيسجل الهدف. هو ده الكام؟ الرابع. ما احنا خلاص، ما احنا سيمفونيه اولاد الحاج الاهلي بيقولوا الابناء ميت عقبه هاتوا شوال وتعالوا خدوا كميه الاهداف اللي انتم محتاجينها بكره امام ارتا سولار. الاهلي فاتح على الخامس والسادس والسابع. كهربا بيسجل الهدف الرابع، كأن كهربا بيرد علينا. يعني انا قاعد عمال اقول لكهربا انت بقى فيك ايه يا ابني؟ مالك يا ابني يا حبيبي؟ ما بقتش عارف تلعب كرة ليه؟ يا ابني لو قعدت على الدكه مش هتلعب تاني، لان في حاجه اسمها ماجنجر الكره المصريه اسمه موديستي، لو نزل ولعب عليك هيقعدك. رد عليا كهربا قال لي لا يابا مش انا اللي اقعد يابا، انا اغيب ولكن برجع بهبتي. كهربا بيسجل الهدف الرابع هو وامام عاشور. يلا حقهم. نادي بيراميدز كسبان 6-1 والاهلي كسبان لحد الان في الدقيقه 63 4. وكفايه كده. اعملوا حساب للضيوف اللي عندنا، اعملوا حساب للناس الضيوف اللي عندنا. والله العظيم ده ما ماتش كوره. الاهلي عامل حفله وعازم اصحابه على سان جورج. دي مش كوره ايه اللي من طرف واحد؟ عامله زي الحب اللي من طرف واحد كده يا جماعه. سان جورج نام في المنطقه بتاعته والاهلي يعني زنقه هناك. زنقوا الماتش كله بيتلعب قدام جون اولاد الحاج سان جورج على سن ورمح. انا نفسي اشوف الحاج سان جورج ده شكله عامل ايه دلوقتي. الاهلي يا عيني خلاص قلعوا هدومه، العيال ده هتروح بلابيص. الاهلي عامل منهم كفته، الاهلي عامل منهم شاورما. هي العيال ده هتعرف تروح؟ الاهلي يا عيني مسك العيال دكهم، الاهلي يا عيني مسك العيال مرمط بيهم ارضيه استاد القاهره. 4 تجوال في ساعه او في اقل من ساعه. لا ومجموع الماتشين 7-0. يعني واحد هيجي يقول لك النهارده ايه؟ نادي بيراميدز مسجل 6، ماشي. مجموع الماتشين قد ايه؟ 6.
الاهلي 7، مجموع الماتشين 7 ولسه مفتوح، البوفيه مفتوح مع النادي الاهلي. وده امان الحلاوه دي يعني ما كانتش بتظهر يعني في نادي الزمالك ليه؟ الكباري والخمسات والسبعات اللي انت عمال تديها للعيال ديت، واللعب بالهيد والاسيستات والفنيات والعظمه اللي انت فيها ما شاء الله ديت، ما كانتش بتظهر ليه مع نادي الزمالك؟ ولا هو انت كنت مخبي الحاجات ديت عشان تبينها مع النادي الاهلي؟ يعني ايه اللي كان ممنعك ان انت تبين الحلاوه ديت مع نادي الزمالك؟ ما كنتش بتاخد، كنت بتدي نادي الزمالك على قد فلوسه. يعني انت كنت بتطلع على قد فلوس الزمالك، كنت بتطلع لهم امكانيات من عند حضرتك ولا ايه بالظبط؟ ما انت كده بتحصلنا عليك يا ابني، يا ابني انت بتحصر كل زملكاوي عليك، بقسم بالله. انا تعبت نفسيا والله يا جماعه، الاهلي تعبني نفسيا. احنا ما عندناش فرقه كوره، والله احنا عندنا فعلا بتوع جاز، احنا ما عندناش بتوع كوره. دول يشتغلوا في عصارات قصب يا جماعه، او يشتغلوا في كافيتيريا، دول مش بتوع كوره. ده احنا عندنا لعيبه نفس مقطوع، والاهلي كان هيجيب الخامس يا جماعه. لا بجد اللي الاهلي بيعمله ده تعب نفسيه كل زملكاوي. احنا ده في واحده ماسكه رايه كمان، يعني كمان واحده ماسكه رايه، والنتيجه دي والاداء ده كله يا جماعه دي الدكه الاحتياطيه بتاعت النادي الاهلي. امال لو الاساسيين بيلعبوا ايه اللي هيحصل؟ لو حسين الشحات ورضا سليم بقى واليو ديانج ومروان عطيه وعلي معلول وموديس، يا نهار اسوح، يا نهار اسوح ومسوح، يا نهار اسوح ومسوح. احنا نشرب ميه احسن، نبلع الاهداف دي كلها ببق ميه. عاجبك كده يا سياده المستشار؟ مبسوط انت كده ومرتاح لما امام عاشور وكهربا الهديه اللي انت اديتها لمحمود الخطيب وهما بيعملوا لنا كده؟ عاجبك كده؟ عاجبك الجلطه والنقطه اللي جات لكل الزملكاويه؟ عاجبك الهديه بتاعتك اللي انت بعتها لكابتن محمود الخطيب؟ شفت الهديه دي عملت ايه؟ عملت ايه؟ شفت عملت فينا ايه؟ بقسم بالله الرصاصه، رصاصه في قلب كل زملكاوي، نقطه جلطه لكل زملكاوي. يعني يا سلام على الهدايا بتاعتك لكابتن محمود الخطيب. الاهلاويه مبسوطين منك وبيقولوا لك، هما بيقولوا لك كده مش انا اللي بقول. طبعا مبروك للاهلي والاهلاويه بعد فوزهم على سان جورج وتاهلهم لدور المجموعات هما ونادي بيراميدز، وربنا يستر بقى من نادي الزمالك بكره. السلام عليكم.